فيديو النهارده هنعرف ليه ناس كتير في سؤال، يعني ممكن ناس كتير بتسأله. هو ليه ناس كتير ممكن في الثانوية العامة تحل 4 و5 و6 كتب كمان في المادة؟ في ناس بتعمل كده وفي الآخر تجيب 85%. ده سؤال فضولي جدا، عاوزين نعرف إجابته. أول حاجة، هو ليه أسباب كتير. من ضمن الأسباب دي حسب معرفتي إن هو غير موفق، ما توفقش. ليه ما توفقش؟ هو التوفيق ده ليه أسباب. عشان إنك توفق وتجيب مجموع عالي وبمجهود قليل، ده ليه أسباب. ايه اسباب ده؟ انك تكون مثلا محافظ على صلاتك. يعني مش منطقي ان واحد ما بيصليش وفي الاخر يستنى ان ربنا يوفقه في اخر السنه. ان واحد ما بيتصدقش. الصدقه لها مفعول سحري جدا، ان ممكن الشفاء بتاع المريض بالصدقه. انك توصل للكليه بالصدقه، بقيام الليل، بالعبادات. العبادات بتفرق 180 درجه. تاني حاجة، ان هو مثلا ما بيساعدش غيره، بيبخل على صاحبه بالمعلومة، مفكر نفسه هو بقى كده هيطلع الاول، وصاحبه هيطلع الاخير عشان لو قالوش المعلومة دي. ده غباء على فكرة. انك لو بخلت على صاحبك، ربنا هيبخل عليك. مش هتوصل للي انت عاوزه. فاهم حاجة مساعدة الغير، سواء باي حاجة، مساعده في حل مشكلة، تساعده في مذاكرة، تساعده في اي حاجة. هتلاقي التوفيق في اي حاجة انت بتخشها. موفق في اي حاجة لو انت بتساعد غيرك. المساعدة دي بالفلوس، بالوقت، بانك تحل له مشكلة، تحل له معاه حاجة. تالت موضوع هو بر الوالدين. يعني ما تستنظرش انك لو بتعامل امك وابوك وحش بطريقه وحشه وان ربنا يوفقك وتجيب 95% في اخر السنه. ده مستحيل، ده مستحيل. انت لو بتصوم وبتصلي وبتزكي بس معاملتك مع امك وابوك وحشه، مش هتخش الجنه. مين اللي قالك انك هتخش الجنه من غير النقطه دي؟ انت مش هتوصل برضو لكليه الطب الا لما تكون بتعامل امك وابوك كويس. فالشخص اللي هو حل 4 و6 كتب وجاب 85%، كان مقصر في واحدة من دول، في عباداته، في صلاته، في صدقاته، في مساعدته الغير، في بر الوالدين. الكلام ده كله كان مقصر فيه. تاني نقطة، ان هو ده المجموع ده 85% ده هو اللي هيخليه يخش كلية معينة هي الخير له، هي اللي هتكون مصدر الرزق والفتح عليه. ياما ناس كتير وامثلة على كده كتير. مثلا عندك جو ماجد مثلا، اللي هو مدرس الجيولوجيا. هو كان عاوز يخش صيدلة، عاوز يكون دكتور، وعاوز يخش صيدلة زي اي حلم طالب في علم علوم. فربنا ما وفقوش للوصول للكلية دي ودخل كلية علوم. ما بتسأل بقى الجيو ماجد لو رجع بيه الزمن هل هيخش صيدلة ولا علوم؟ هيقول لك علوم. ليه؟ لان ربنا ما بيختارش حاجه وحشه. انك جبت المجموع ده عشان تخش الكليه دي، يبقى الكليه دي فيها الخير ليك. لان ربنا بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن حاجه وانت شايف ان هي وحشه بس هي كل الخير ليك، هيكون فيها الفتح والخير كله ليك. ثالثا، بيحل غلط. ازاي بيحل غلط يا عمي؟ انت بتقول ايه؟ بيحل كده وخلاص. تلاقيه حل 30 سؤال في نص ساعه، سبحان الله، ما تعرفش ازاي. ممكن 30 او 50 سؤال يحلهم في ربع ساعه. بيقرا السؤال يختار الاجابه على طول من غير تفكير. بيحل السؤال ما بيروحش يتأكد، بيحل حاجة ملهاش إجابات. ده غلط جدا. إيه لازمتها بقى؟ أنت ما استفدتش حاجة. أنت ما عرفتش إيه الصح وإيه الغلط. بيجي يحل السؤال، يختار الإجابة الصح ويجري ويسيب بقية الاختيارات. ده غلط جدا وهيضيعك في آخر السنة. أنا بحب أضرب مثال على طول. السؤال ده بيقول لك أي العبارات التالية غير صحيحة. يبقى أنا عاوز الإجابة الغلط. اكتب كده فوق جنب السؤال كده أنا عاوز الغلط عشان ما تنساش. توجد الدعامة الفسيولوجية في جميع الخلايا الحية. هل الدعامة الفسيولوجية في كل الكائنات الحية، نبات وحيوان؟ لا، الحيوان والإنسان كانوا فيهم، ما كانش فيهم دعامة فسيولوجية. الدعامة بتاعتهم تمثل لهم الهيكل العظمي بتاعهم. وبعدين انا بتقسيمه المنهج في دماغي، انا فاهم كده. النبات، الدعامه في النبات كانت مقسومه لدعامه فسيولوجيه وتركيبيه. بعد كده خدت الدعامه في الانسان، ما كانش فيها دعامه فسيولوجيه، كان فيها عباره عن شويه عظم. يعني الدعامه في الانسان عباره عن هيكل عظمي، ملهاش دعوه بدعامه فسيولوجيه. فدي الاجابه الغلط. شفت؟ من تقسيمه المنهج في دماغك انت جبت الاجابه. لو فاهم تقسيمه المنهج والدرس ده كان فيه كذا والدرس ده كان فيه كذا، هتعرف تجاوب. يبدأ النبات حياته بوجود الدعامة الفسيولوجية. البذرة البذرة بنحطها في الأرض، بيبقى بنحط لها مية عشان تكتسب وتتشرب المية دي وتنتفخ وتطلع لنا نبات جديد. يبقى دي إجابة. دي إجابة صح. أنا عاوز الإجابة الغلط، الغير صحيحة، العبارة الغير صحيحة. تكتسب خلايا النبات الدعامة التركيبية مع استمرار النمو. ما كل ما النبات عمال ينمو، كل ما هو عمال يرسب على الجذر الخلوية بتاعته مواد زي السلولوز والليجنين عشان تديله صلابة وتديله دعامة يفضل عايش بيها. أي ترسيب لأي مادة دعامة تركيبية. أنا بص عمال أشوف كل اختيار صح وغلط ليه. تتأثر الدعامة الفسيولوجية بحرارة الجو. مش قايلين الدعامة الفسيولوجية دي؟ ارجع لتعريف الحاجة. عاوز تحل الإجابة صح، ارجع للتعريف. يعني إيه دعامة فسيولوجية؟ دعامة فسيولوجية يعني خلية دخلت فيها المية عملت فيها انتفاخ. تعال نجرب. تتأثر يعني الحاجة تزيد أو تقل. لما نرفع حرارة الجو، المية مش دي هتتبخر وتخرج من خلية، الخلية تنكمش. إذا فقدت الدعامة الفسيولوجية. إذا الدعامة الفسيولوجية اتأثرت بحرارة الجو. يبقى التلاتة صح.
يبقى الإجابة الغير صحيحة هي الأولى، بس إن قايلين إن الدعامة الفسيولوجية في النبات بس، مش في كل الكائنات الحية. الإنسان المفروض يدعمه فسيولوجية، يعني مش منطقي إنك لما بتشرب مية بتنتفخ ولما بتعطش بتنكمش كده مع نفسك، ده هبل. وان هو ما بياخدش وقت في حل السؤال فما يطلعش طرق لنفسه عشان يعرف يحل بيها في الامتحان. انا طلعت لنفسي طرق كتير، ده سؤال جه عندنا في 2023 في الامتحان بتاعنا، من النتيجه المترتبه على الالتفاف الحالق حول الدعامه. كنت دايما بقول لنفسي لو في طلع اجابتين نتيجه لبعض او من نفس النوع او لهم نفس المعنى. يعني مثلا يتسارع نقل المواد داخل النبات، مش المواد دي مثلا منها الميه، ولو الميه دخلت جوه النبات هيكتسب دعامه فسيولوجيه، اذا الاجابه دي والاجابه دي نتيجه لبعض، يبقى انا كسبت السؤال ببلاش، استبعدت اجابتين طيروا بعض شالوا بعض. ان لو دخلت مواد منها الميه كده النبات اكتسب دعامه فسيولوجيه، والاثنين كده شالوا بعض. وبعدين تاخد اصلا لما بيلتف الحالق حول الدعامه كان النبات بيكتسب دعامه تركيبيه وليست فسيولوجيه، عشان يستقيم وينمو الاعلى كان بيكتسب تركيبيه وتترسب عليه بعض المواد. ومن ضمن الحاجات برضو اللي انا كنت بحبها وانا بحل، ارجع للتعريف. عاوز تحل السؤال وتحل اي حاجه في الدنيا مهما كانت صعبه، ارجع للتعريف. مثلا بيقول لك الاجابه، عاوز تستبعد الاختيار ده او تشوف ان هو صح ولا غلط، ارجع لتعريف الحاجه اللي فيه، المفهوم اللي فيه. يعني ايه حركه سيتوبلازميه؟ دي حركه السيتوبلازم من جوه خلايا الكائنات الحيه، جوه الخلايا الحيه. فالحركه السيتوبلازميه وقفت يبقى الخليه دي ماتت. يعني لما بيحصل التفاف الحالق حول الدعامه ويستقيم رأسيا النبات بيموت؟ غلط، النبات كده بيبقى فرصته احسن انه يعيش. فما تقوليش لما التف حول الدعامه النبات مات، لا غلط، لو ما لقاش دعامه النبات هيموت، فبالتالي هتتوقف الحركه السيتوبلازميه. يبقى اجابتك الصح تحدث عمليه البناء الضوئي بكفاءه، لان هو هيستقيم رأسيا، ولما يستقيم رأسيا الضوء هيبقى معرض ليه بكميه اكبر، فالبناء الضوئي يبقى احسن. وانت لو رجعت لكتاب المدرسه هتلاقي كده الاسئله بتتحط من كتاب المدرسه، فانت لو ما ذاكرتش كتاب المدرسه هتضيع عليك درجات كتير بجد يعني. احنا كدفعه 23 ضيعنا درجات كتير في الاحياء بسبب ما اهتمناش بكتاب المدرسه ولا بالصور اللي في كتاب المدرسه، والامتحان 16 صوره من كتاب المدرسه. انك تحاول تحط سكيمات لنفسك، يعني مثلا عشان تثبت لك المعلومه. ايه الخلايا القادره على توليد الالتهاب كان فيه الصريه والقاعديه. كنت حافظها، خد اول حرف من كل كلمه وسكمها لنفسك. صريه تفكر ما فيش صريه هنا، في قاعديه على طول اختار، بحيث ان الامتحان ما تاخدش وقت في حل الامتحان. الصريه اهي او القاعديه. الصريه ما لقيتهاش، اختار القاعديه. هم اللي هم اللي كانوا بيعملوا التهاب، كنت احفظهم كده، بيعملوا التهاب. مثلا في سؤال زي كده، ده سؤال كان صعب وكان بدرجتين، تخيل ده سؤال بدرجتين 2 درجة. أي مالي يصف كلا من السائل العصبي المتكل خلايا الساركوليما والسائل المتكل خلايا في العصبي. وما كانش علينا في المنهج، كان في تانية ثانوي، بس أنا حليته ازاي؟ بالطرق اللي أنا بقولك عليها. فكل ما أنت تهدى وما تحليليش 100 كتاب، اهدى على نفسك يا عم، حل اللي أنت عاوزه، بس في نفس الوقت ما تكروتش وأنت بتحل، وما تزيدش عن 3 و4 كتب. ليه ده كله؟ 3 كويس جدا او كتابين كويسين في الماده، بس في نفس الوقت كل المواد كتابين. ما تحليش في ماده 6 كتب وباقي المواد كتاب، ايه الهبل ده؟ وزع، خلي ما تخليش ماده تطغى على حساب ماده. يبقى اي مالي يصف السائل العصبي. كنت بقول لنفسي لو في اجابتين عكس بعض اكيد في واحده فيهم صح بنسبه كبيره يعني. لهما طبيعه مختلفه، لهما نفس الطبيعه، الاجابه دي عكس الاجابه دي، يبقى اكيد في واحده صح. او قمت مستبعد الاختيارين التانيين، اتبقى لي طبيعه مختلفه ولهما نفس الطبيعه. شغلت المنطق، كنت بقول لنفسي كده شغل المنطق ومنطق الاجابه. سيال عصبي وسيال عصبي، الاثنين سيال عصبي، يعني اشاره كهربيه اذا لهم نفس الطبيعه. مع ان ده كله ده سؤال مش علينا في المنهج، ولكن بالطرق اللي انا استنتجتها وانا بحل بالراحه مع نفسي وما بحلش كتب كتير، انا بمسك السؤال افصصه واقعد اطلع طرق واشوف كل اجابه صح وغلط ليه، هحل اسئله وهجيب درجات ببلاش. كده كسبت درجتين بالعبط بالهبل. لقيت اجابتين عكس بعض قمت قايل اكيد في واحده صح. ده سيال عصبي وده سيال عصبي، اشاره كهربيه، يبقوا الاثنين لهم نفس الطبيعه. شفت؟ انت فدت نفسك من خلال انك قعدت وانت بتحل عمال تطلع طرق، عمال تشوف كل اجابه صح وغلط ليه، احسن من انك تحل لي 4 و5 كتب في الماده وتيجي على حساب مواد تانية. في السؤال ده برضو يعني بيقول لك ما التركيب الذي لا يمثله الحرف ايه؟ فانت تلاقي نفسك، انا كيوسف برضو مطلع طرق ان لو اتنين لهم نفس المعنى يطيروا بعض، لسه قايلينها فوق. الانتيجين هو نفسه البروتين الموجود على سطح الكائن الممرض، ادي الكائن الممرض اللي هو البكتيريا اهو، البروتين اللي على سطحه ده هو نفسه الانتيجين، فالاجابه دي هي الاجابه دي، فيطيروا بعض. خلاص خلصت، فضليش الا اجابتين. شفت؟ بالطرق اللي انت بتطلعها نفسك هتبسط لنفسك.
احنا كده استبعدنا ان الانتيجين مع البروتين على سطح الكائن الممرض، لان الانتيجين هو نفس البروتين الموجود على سطح الكائن الممرض اللي هو ايه. وفي نفس الوقت هو الجسم هو نفسه موقع الارتباط بالجسم المضاد، ما الجسم المضاد انت شايف اهو بيمسك في الانتيجين اللي هو البروتين على سطح الكائن الممرض، فالتلاتة واحد، اجابات دول واحد من الشكل اللي انا شايفه قدامي. موقع الارتباط بالانتيجين هو بي ادي الموقع اللي الجسم المضاد هيرتبط بيه بالانتيجين هو الموقع بي اهو. يبقى هي دي الاجابه الصح، لا يمثل الحرفين. ولو عاوزيني انزل حاجات قولوا لي في التعليقات، لو عاوزين انزل مراجعة نهائية مثلا ونقعد نحل الاسئلة بالطريقة دي وافهمك ونوصل لمستوى فهم عالي احسن من حل 100 كتاب، نوصل ان احنا فاهمين كل سؤال وعندنا طرق اللي انا بقولها لك دي، انزل لك الطرق واقول لك وانزل لك مراجعات نهائية واحل لك امتحانات. ماشي قول لي في التعليقات. خلاصة الفيديو، مش هتوصل للي انت عاوزه، مش هتوصل لحلمك، مش هتوصل ل95 و99%، وانت ما بتعامل امك وابوك وحش، انك ما بتساعدش غيرك، انك عمال تحللي كده وخلاص، بتحللي 6 كتب على الفاضي، عمال تجري في الاسئله ما بتعرفش ايه الصح وايه الغلط، ما بتبصش لبقيه الاختيارات.